نعم أكيد مشاهدينا الكرام، رجعنا وياكم بعد أن شاهدنا وياكم هذا التقرير وهذا المهرجان. أكيد وصلنا إلى محور حلقتنا لهذا اليوم، ومحور حلقتنا يتحدث عن المرأة في العراق، تأثير كلمة وصناعة قرار. أكيد حتى ندخل في تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع نحب نستقبل ويانا ضيفتنا الكريمة في الاستوديو الدكتورة سارة عامر، مديرة منظمة سفراء الحياة للصحة العامة. صباح الخير دكتورة. صباح النور. صباح الخير، جدا سعداء بوجودك اليوم. أنا الأسعد حياتي. دكتورة، يعني خلي ناخذ بداية تقييم لحضور المرأة في العراق اليوم وحضورها، أو خلينا نقول صوتها، هل هو مسموع أو لا؟ يعني المرأة في الوقت الحالي صوتها مسموع أكثر من السابق. نجد المرأة اليوم بعدة مجالات، بالصحة وبالتعليم وبالسياسة، لكن حتى الآن صوت المرأة يأخذ مساحات معينة. يعني ما وصل لمرحلة القرار الكلي. نعم، فصوت المرأة العراقية الآن مسموع أكثر من السابق، وأكو توازن بظهور المرأة. زين، هذا الصوت المسموع أكيد راح ممكن يأهلها إلى أنه تدخل في صناعة القرار، خلينا نقول. نعم أكيد. لأن المساحات الآمنة والمساحات اللي تأمن للمرأة التعبير عن رأيها بحرية قادرة أن توصل المرأة إلى موضع القرار. نعم، إذا دكتورة، هل ممكن يكون أكو اختلاف بين قوة هذا الصوت بين مختلف الأماكن مثل ما ذكرتي، الأماكن اللي تعطيها هذه المساحة، أو مختلف الأماكن اللي هي متواجدة بها؟ على سبيل نذكر بعض المحافظات أو اختلافها بين المحافظات وبغداد، هل يوجد هذا الشيء؟ نعم أكو اختلاف بسبب أنه بغداد هي العاصمة، فتكون هناك فرص أكثر من المحافظات، ولكن هذا لا يعني أنه المرأة في المحافظات غير قادرة على إيصال صوتها. بالعكس، ممكن تكون المرأة أكثر تحدي، أكثر قوة، أكثر إصرار. بالضبط. أكثر إصرارا، خاصة في هذه البيئات اللي بالمحافظات تكون بيئة تحديات أكثر، ممكن ضغوط اجتماعية أكثر. فهي الفكرة مو بالاختلاف بالقدرة، ولكن الاختلاف بالفرص المقدمة لها بالأماكن. طيب، يعني أكو مرونة في التعامل بهذا الموضوع في المحافظات، خلينا نقول تلاحظون أنه أكو مرونة بهذا الموضوع؟ نعم، أفضل من السابق. أكو مرونة أكثر للمرأة الآن بالتعبير عن قراراتها، وخاصة بالأجيال الجديدة الشبابية والمتعلمين اللي واكبوا النساء الناجحات. طيب دكتور، يعني شنو ممكن تكون هذه المجالات اللي ممكن تثبت بها المرأة حضورها وتبرز نفسها أكثر؟ شنو تكون هذه المجالات برأيك؟ يعني المرأة أثبتت حضورها بعدة مجالات. نشوف بالصحة الطبيبات، العاملات، وخاصة بجائحة كورونا أثبتوا وجودهم يعني بشكل كلش قوي. كذلك بالتعليم المرأة كان لها دور يعني في السابق وفي الوقت الحالي أقوى بتربية الأجيال. بالإضافة إلى المجال السياسي، ممكن المرأة الآن يعني تواكب كل المجالات. نشوفها بكل المجالات اللي كانت قبل ممكن أكو فد نظرة عليها تكون نظرة كلش محدودة إنه فقط بمجال معين. لا، المرأة حاليا تواكب كل المجالات. يعني طلعت من مجال إنه فقط العمل داخل المنزل، على الخياطة، على الأدوات، خلينا نقول الأعمال اليدوية وهذه الأمور. يعني هاي الصورة النمطية المأخوذة عن المرأة، يعني نقدر نقول إنه طلعت من هذه الصورة النمطية، والآن أكو لها دور كبير في المجتمع. بالضبط. المرأة حاليا المرأة متعلمة وقادرة على أن توازن بين طموحها وبيتها. يعني دا نشوف نساء جدا ناجحات بالمجتمع. صحيح. أكيد. يعطون صورة جميلة للنساء. أكيد يعني، وأكيد ما ننسى دور أمهاتنا وجداتنا قبل. يعني أيضا حتى لو ما كانوا خارج، يعني داخل المنزل بالبيت بأعمالهم الحلوة اللي يصنعوها هم. برأيي بكل عمل أو بأي مجال ممكن أن تأخذ قرار وتعمل المرأة، هي أكيد تبدع وتعطي. صحيح. لأنه بطبعها وبفطرتها معطاءة. دكتورة، شلون ممكن تكون أثرت الظروف الأمنية، الاجتماعية، السياسية بين الماضي والحاضر على دورها الفعلي في العمل؟ المرأة يعني بالعراق خاصة مرت بهواية ظروف، خاصة الظروف السياسية والظروف النزوح وغيرها أثرت عليها بشكل كبير. بحيث شفنا المرأة مو فقط أم ومربية، شفناها معيل للعائلة ببعض الأحيان بسبب غياب المعيل. فبس على الرغم يعني من هذه الظروف القاسية لم تكسر المرأة يعني بشكل عام. المرأة كانت قادرة على عكس صورة للصمود والقوة بهذه الظروف، لأن العراق مرينا بهواية ظروف، وكل ما نمر بظروف أكثر نشوف المرأة تبرز في صورة جمالية جدا لصورة المرأة العراقية الناجحة والإيجابية.
نعم أكيد، يعني أثبتت هذا الشيء من خلال وقوفها طبعا مع الرجل في كل مجالات بالضبط. الحياة. طبعا خلينا نعرف من عندك دكتورة سارة، يعني مدى تأثير العادات والتقاليد الموجودة في المجتمع ممكن أنه تقيد حضور المرأة، خلينا نقول؟ نعم، العادات والتقاليد جدا تأثر على حضور المرأة، لأن المرأة عادة يعني بالمجتمعات المقيدة جدا غير قادرة على التعبير عن رأيها بحرية، وذلك بسبب الوصمة الاجتماعية أو الخوف من المجتمع. ولكن خلينا نكون مو ضد المجتمع، احنا نركز على القيم الإيجابية الموجودة بالمجتمع وننبذ العادات التقليدية المقيدة، لأن احنا مو كل عاداتنا غلط، بالعكس اكو عادات وتقاليد عندنا نعم تصون المرأة وتخليها تحافظ على مبادئها، بس التقييد الزايد أكيد يعني راح يفرض حدود خاصة للمرأة ما تقدر تتعداها. نعم دكتورة، تحدثنا وسط كل هذا النجاح ووسط كل هذه الفرص المتاحة للمرأة، هل نقدر نقول هل الشعب أو مثلا هل المجتمع العراقي يوجد هذا التقبل للمرأة كصانعة قرار في مختلف المجالات؟ نعم، اكو تقبل للمرأة من ناحية صناعة القرار أكثر من السابق، ولكن بعدها الوصمة أنه المرأة تتقلد المناصب الإدارية بعد اكو يعني محدودية للمرأة بهذا المجال. يعني نلاقي تلقي بإتاحة الفرص أم بالتقبل من الباقين؟ بالتقبل أنه المرأة تواكب الأدوار الإدارية القيادية. نشوف التقبل خاصة من الفئات الشابة حاليا والفئات المتعلمة، لكن بعدها النظرة أنه المرأة تكون بمكان قيادي بعدها نظرة محدودة، لأن المجال بعده ينطي فرصة للرجل أكثر، بس أحسن من السابق يعني أكيد. طيب خلينا نحكي شوية عن دور الأسرة في دعم هذه المرأة ومساعدتها في إيصال صوتها ودخولها في المجتمع، دخولها في مجالات الحياة. إيش قد ممكن يكون كبير دور الأسرة؟ دور الأسرة جدا مهم. تمكين المرأة يبدأ من الأسرة وليس من المؤسسات ومن المجتمع. إذا كانت الأسرة داعمة توفر حرية محدودة، تنطي مسؤولية، تنطي ثقة، تنطي أمان، المرأة قادرة على أن توصل لطموحاتها بكل سهولة. أما إذا كانت الأسرة مقيدة للمرأة فممكن أنه تقتل طموحها قبل ما يبدي. فأنا أشوف دور الأسرة جدا أساسي في دعم المرأة، لأن المرأة اللي تربى وهي على جملة أنه أنت تقدرين تختلف عن المرأة اللي يقولوا لها هذا مو إلك وتركي، تختلف جدا يعني. فالأسرة هي الحجر الأساس بتاع دعم المرأة وإيصال صوتها. نعم أكيد، وبالتالي تأخذ الأمان من عندهم، يعني إذا ما تشوف الأمان بأسرتها فصعب تلقاه خارج هذا المكان. بكل تأكيد. دكتورة، حدثينا عن بعض التجارب الشخصية في محاولات إيصال الصوت أو في محاولات التأثير داخل المجتمع العراقي للمرأة العراقية. أنا حسب تجربتي الشخصية بمجال الصحي ومجال الإنساني قدرت عن طريق خدمات التطبيب عن بعد، باعتبار أنه أنا اشتغلت بها كلش هواية، إيصال صوت النساء المهمشات في المناطق المحرومة، النساء النازحات، النساء المعنفات، وكذلك الأطفال. لكن بالنسبة لدوري أنا ما يعني أنظر الدوري أنه فقط أظهر قدام الإعلام حتى أوصل صوت المرأة، ولكن أنه أحول هذا الكلام إلى خدمة، لأن المرأة محتاجة إنه اللي يوقف وياها، ومحتاجة اللي يقدمها بطريقة صحيحة. ومن خلال عملي ويا الفئات الشبابية لقيت إنه تقديم الفرصة للنساء بالتدريب والمسؤولية يجعلها قائدة صحيحة. فتقديم الفرصة جدا ضروري، وتجربتي مع النساء كانت جدا واسعة بمختلف المجالات. حدثينا شوية دكتورة عن منظمة سفراء الحياة، يعني شنو يكون ملخص أعمالكم خلينا نقول؟ منظمة سفراء الحياة هي منظمة صحة عامة وشؤون مرأة، يعني عندها اختصاصين. سفراء الحياة كانت أصلها كاسم يعني أولي هو مركز العراقي للتطبيب عن بعد، بدأناه سنة 2017. هذا المركز حاولنا به أنه نوصل للفئات اللي هم ما يقدرون يوصلون للطبيب بسهولة. حاولنا نستخدم التكنولوجيا، ندخل التكنولوجيا الحديثة بالطب حتى نتواصل وياهم، وعن طريقها قدرنا أنه نوصل للفئات المهمشة،
والنازحات وغيرها، والنساء المعنفات، اشتغلت ويا هوايه حالات نساء معنفات. سفراء الحياه تركز على الصحه العامه، والصحه العامه مجالاتها كلش هوايه، يعني من ناحيه الوقايه، من ناحيه العلاج، من ناحيه توفير ايضا الفرص للنساء العاملات بالمجال الصحي حتى يطورون من نفسهم. كانت عندنا تجارب عده لاتاحه الفرصه للنساء لكسب الخبره بالمجال الطبي، لان تعرفين باي مكان يعني يطلبون به شغل لازم تكون المراه عندها فد خبره ما لا يقل عن 5 سنوات وغيرها. فاحنا اتحنا الفرصه للمراه انه تشتغل بدون هذه الخبره حتى تبني لها سيره ذاتيه جيده، والحمد لله والشكر يعني شفنا قصص نجاح نساء حاليا هم اداريات بغير اماكن. نعم، شنو كانت التحديات اللي واجهتوها بهذا العمل؟ يعني كان اكو تحديات لكم؟ أنا بالنسبة لي التحديات اللي واجهتها تعتبر قلة التمويل، هاي رقم واحد. وكذلك كوني امرأة، يعني مو كان شو احنا نقول العائق الأول، ولكن هم كان عائق انه انت كونك امرأة وانت قائدة ومديرة وكذا، كانت تنظر يعني نظرة المجتمع انه منو دا يدعمها، ليش دا تسوي هيك، شنو الدافع من هذا الشيء. بس الحمد لله والشكر قدرنا نوصل فكرة حلوة يعني عن المرأة وعن جانب الصحة. ما شاء الله، أكيد بركة جهودكم. دكتورة، سؤالي عن المستقبل، كيف ترين مستقبل تمثيل المرأة في المؤسسات وتأثير صوتها ومدى إيصال صوتها وتقبلها أيضا بالمجتمع؟ أنا جدا متفائلة إنه المرأة راح تقدر توصل، وخاصة بالجيل الجديد اللي هو أكثر وعي وأكثر جراءة بإيصال صوته، وخاصة عن طريق السوشيال ميديا حاليا. نعم. الجيل الجديد قادر إنه يوصل صوته، بس هم نحتاج بعد خطوات أخرى حتى نمكن المرأة من القيادة. لازم دورات تدريبية حتى تكون المرأة قائدة في المجال اللي هي بيه. بالإضافة إلى ذلك نوفر بيئة عمل آمنة للمرأة، يعني البيئة إذا كانت آمنة المرأة تقدر يعني تأخذ حريتها وتبدع بكل شيء. ونوفر لها الإرشاد النفسي، نوفر فرص متعادلة للنساء بالمؤسسات، وكذلك إدخال المرأة باللجان السياسية في مجال صناعة القرار، وكذلك العناية بفئات معينة من النساء بالعمل مثل الأمهات بالعمل. لازم إحنا نركز على قوانين تحمي المرأة بالعمل. نعم. طيب دكتورة، خلينا نقول لو أعطيتي فرصة لتغيير قانون يخدم المرأة وصالح المرأة، شنو ممكن يكون برأيك؟ أنا بالنسبة لي مو أغير قانون، وإنما القانون اللي أريده هو قانون حماية المرأة بكل مختلف المجالات، حماية المرأة ضد العنف بكل أنواعه، لأن مو فقط مرحلة الضرر، لا، مرحلة ما قبل الضرر، مرحلة الوقاية، الحماية، الإرشاد النفسي. نحتاج قانون يحمي المرأة، لأن إحنا مثل ما قلت لك إنه إذا حمينا المرأة قادرة إنه تبدع. أهم شيء الأمان، يعني نبدي من خطوة الأمان، وبعدها أيضا يعني راح تقدر المرأة تبدع. وكذلك دعم المرأة اقتصاديا، لأن دعم الاقتصاد يمثل قوة بصناعة القرار. لأن المرأة إذا كانت مستقلة اقتصاديا ما معتمدة على أحد باقتصادها، راح تقدر تبدع باتخاذ القرار. نعم دكتورة، رسالة من حضرتك لكل مشاهدينا ومشاهداتنا بالأخص اللي يتابعونا اليوم في هذا المحور أكيد المهم. أنا بالنسبة لي رسالتي للبنات الشابات ومختلف الفئات العمرية إنه المرأة العراقية قادرة على إنه تبدع بكل مجالات الحياة داخل بيتها وخارج بيتها، وعندنا نماذج جدا رائعة بدنا نشوفها بالمجتمع، ينبغي إنه نسلط الضوء عليها أكثر. رسالتي لهم إنه الإرادة هي الحجر الأساس. إذا كان عندك إرادة وعندك إصرار وعندك تحدي، تقدرين توصلين للي تريديه بدون ما تتعدين مبادئك وقيمك وأخلاقك. نعم أكيد دكتورة يعني سارة عامر، مديرة منظمة سفراء الحياة للصحة العامة، شكرا جزيلا لك، وأكيد إن شاء الله صوتنا مسموع، صوتك مسموع، ورسالتك وصلت إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. حضرتك.